ان احنا المصريين دلوقتي عندهم وعي اكبر بكتير. انا عايز الناس بقى يعني في عارف الحقيقه انكشفت، فالناس شايفه قوي، شايفه يعني حتى احنا على فكره في الاعلام، يعني احنا كنا جزء من المخدوعين، يعني شايفين اكتر من بس عايز ارجع لك على البرادعي، لان انتوا لما اتقال انه انصار الاخوان، انصار حزب النور موجودين مع الاخوان في رابعه، واتقال ازاي يعني ده حزب النور ده لا شارك في 30 يونيو ولا حاجه، هو بس حضر الاجتماع مع الفريق السيسي وعايزين يفرضوا ارادتهم، والبرادعي لازم يجي رئيس وزراء، وكانت خناقه ضخمه جدا جدا. انتوا كان عندكم حدس تجاه البرادعي ولا ايه؟ لان انا طبعا ماليش في البرادعي انا من زمان، بس يعني انتوا كان عندكم حدس تجاه البرادعي؟ هل لما سابنا كده في وسط الطريق وخلع، هل حسيتوا قلتوا يا والله دي كان عندنا وجهه نظر صحيحه؟ هل حد قال لكم من الشباب اللي كانوا معارضينكم والله طلع ليكم هو في ناس يمكن قالتها بطريقه ومش عارف قالتها بطريقه ليه، بس هو اللي هي بطريقه ان يعني يا ريتنا كنا سمعنا كلام حزب النور. صعب ان انا امدح في مواقفنا، انما انا هقول لك الاساس اللي احنا اخترنا بيه، ان احنا قلنا يا اخوانا. وعلى فكره لو كان حزب النور، وده بقى اللي انا بكلم بيه الشباب اللي شتم، لو حزب النور كان بيقول لا تعنتا ما حدش كان هيسمع له. يعني لا قوات مسلحه ولا المستشار عدلي منصور ولا حد. انما لما انت بتقول للناس على فكره ممكن نحط معيار عشان نسهل على نفسنا الاختيار، نحط معيار علمي نختار بيه منصب رئيس الوزراء القادم، الناس بتبدا تسمع منك. انت كنت بتقول بمنتهى الصراحه ان نحط معيار وما تكلموناش على اسماء. كل شويه طب البرادعي، طب فلان، طب لا، انا بقول لحضرتك معيار. هل المعيار ينطبق على الشخص ده؟ ما تكررش اخطاء النظام السابق. بس انتوا حطيتوا المعيار املا في ان المعيار لا ينطبق على البرادعي، ولا وانا لما يعني انتوا كنتوش عايزين البرادعي؟ انا لما اقول لك ان الفتره دي محتاجه شخصيه اقتصاديه، وما تكررش تاني فكره الشخصيه السياسيه في الوقت الحالي ولا الوقت الراهن. شخصيه اقتصاديه وشخصيه عندها سابق تجربه حكوميه محترمه، عشان ما يعني هل البرادعي عنده تجربه حكوميه فعشان الفتره الانتقاليه دي يعرف يديرها بيروقراطيا؟ ما عندوش. والنقطه الثالثه كنا بنتكلم على انه الدكتور البرادعي وهو ليس موجودا معنا، وانا لابد ان احترم عدم وجوده معنا، لكن الدكتور البرادعي يمثل حساسيه لكثير جدا من الاطياف في مصر. فليه انت بترجع تاني، وده على فكره كلامنا على الدستور وعلى كل حاجه، ليه بترجع تاني في الفترات الانتقاليه تتكلم على اثاره الحساسيات؟ هات الشخصيه اللي مش هتثير حساسيه. يبقى بتتكلم على خلفيه اقتصاديه، خلفيه بيروقراطيه، خلفيه حكوميه، وفي نفس الوقت ما تجيبش اسم بيثير حساسيه الكثيرين. بس يعني هو ليه البرادعي كان بيثير الحساسيه في رايك؟ بيثير حساسيه كثيرين. لا، في كثيرون ما كانوش مقتنعين انت تاتي معينا، تاتي بالانتخاب. ده لازم اقول لك على عيني وعلى الراس. يعني لو في اليات ديمقراطيه انت نزلت فيها انتخابات والناس اختارتك وجيت خلاص، ما اقدرش اقول لك لا. لكن انما ان تاتي تعيينا، طب لا تعالى. طب لما خلع بقى حسيته بايه بصراحه؟ ايه لما خلع دي؟ هو خلع يعني، هو ايه ليها وصف تاني انه يسيبنا كده؟ طبعا ربنا عوضنا بمصطفى حجازي، الحقيقه طلع احسن كتير. دكتور مصطفى حجازي يعني اسعد مصريين كتير الحقيقه. يعني مو انت بتدخلني في مساله برضه تعليق على الاشخاص. انا كتبت رايي اليوم في مؤتمر الدكتور مصطفى حجازي في مقال على الشروق، فمش عايز لن اسقط في فخ بس مساله الاشخاص عشان ما بقعش في اللي انا بحذر منه. ماشي. اللي هو فكره التفاصيل. مش والله، مش انت عارف أنا ما اعملكش فخ لا ابدا. لا لا حبيبي انا بتكلم عامه يعني الفخ لا حسيت بايه بقى لما البرادعي مشي؟ طب ايه توصيفها يعني غير خلع؟ مش عارف. تعالى طب انقلك على منظور اعلى شويه. هو منظور الخارج وفكره بقى الخارج وامريكا واوروبا. هو بيتاثر قوي، هتلاقيه شاف الواشنطن بوست الصبح اترعب، قال لك لا يا عم ده انا مش هقدر، وراح مشي. انا لا ادري حساباته الشخصيه، انما كان من الواضح ان مفيش اتفاق داخل الحكومه على راي بعينه، او ان هناك من كان يتنازع داخل الحكومه على رايين. كنت اتمنى ان يحسم الامر داخليا، لان الفتره يعني ما كانش تتحمل الاهتزاز الكبير. وفي نفس الوقت عايز اقول ان زي ما قلت لك المظله بقى الاكبر او الصوره الاكبر او العنوان الاكبر اللي هو عنوان الخارج، عنوان امريكا واوروبا. احنا لازم نفهم ان كل هذه الدول لها مصلحه خاصه بتتكلم بها طبعا، وان فكره التوازنات التي تريد خلقها
ده مش حاجه جديده بيعملوها لاول مره. بالتاكيد ملف حقوق الانسان هم بيهتموا بيه وملف الديمقراطيه، بس قبل كل ده المصلحه. مصالح. فانا بدور هنا بقى على مصلحه وطني وعلى مصلحه شعبي. والبرادعي يدور على مصلحه مين لما ساب لا انا بص، انا اتحرك جدا من ان انا ما احبش ان حد يتكلم على نادر بكار او على الدكتور يونس مخيون ويحلله وهو له ند او هو له منافس. خلي محلل استراتيجي هو اللي يقول لك. اصل دلوقتي لكن انت ما حسيتوش هقول لك حاجه. باي نوع من الانتصار لمنطقكم؟ ما انا بقول لك اهو، مش احنا خدنا اكشن؟ يبقى انت ما انا ممكن اقعد احلل معاك لغايه بكره الصبح. انما انت شوف الخطوات اللي عملها الحزب في شخصيتين، يعني تحفظنا على ان هم يبقوا في منصب رئيس الوزراء، واخترنا الثالث مش تعنتا بس لوجود معيار. بس كده. بس